السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله إخواني الكرام. اليوم إن شاء الله تعالى راح نعطيكم واحد التوجيهات، واحد الأفكار مهمة جدا جدا، وحتى بعض الاقتراحات للهدايا اللي ممكن تجيبها معك من العمرة للعائلة تاعك. قبل ما نروحوا كامل للموضوع تاعنا، راح نشرح لكم على الميزان اللي تكلمت عليه في العدد الماضي. هذا هو الميزان الرقمي، يرفد حتى 50 كيلو. ميزان فيه افيشاج نيميريك كما راكم تشوفوا، فيه القفله الوسطانيه اون اوف تشعل وتطفي. هذه اللي راني حاط عليها صبعي، هذه القفله تاع لونيتي دو ميزور. كيما هنايا راهو بالكيلوغرام، شوفوا ها راهي كاجي تحت الزيرو. تدرك عليها هنايا تبدا بالباوند كما رانا نشوفوا، زيد تعاود تدرك عليها مره واحده اخرى تتبدل الى وحده قياس. صافي هنايا باش ننبهكم لازم دائما تضبطوه على الكيلوغرام باش تكون العمليه تاعكم صحيحه. هكذا شوفوا هاي تحولت درك على وحده القياس، تعاود تدرك ثاني، هاي تحولت ثاني راهي بالأونص الله أعلم، تعاود تدرك هكذا يبدا في الكيلوغرام كيما نشوفوا هاو كاجي. صافي انت دائما تضبطوا على الكاجي. طبعا القفله الوسطانيه قلت لكم هي اللي تشعل وتطفي، والقفله اللي راهي على اليسار اللي ما وريتها لكمش هذيك اللي طاري بها الميزان، تعاود دائما ديروا ريميزا زيرو. صح. شوفوا هذه الهديه الاولى اللي جبتها انايا، هديه ظريفه وما شاء الله وسعرها ما شاء الله. دوك نقول لكم على السعر. هذه اداه تاع ماساج، اداه كهربائيه صغيره تخدم الماساج. والله صدقوني من بين الهدايا اللي الناس فرحت بها ما شاء الله، اللي جبتها لهم وهديتها لهم. بون هي تمشي بالشاحن، هاوين الشاحن تاعها يو اس بي هكذا. اذا ما تعذر عليك انك تشحنها، تقدر تفتحها من الفوق، تنحي ذا الغطاء هذا اللي فيه الابيض والاصفر. كاين بلاصه هنايا تحط فيها 3 بطاريات تاع 1.5 فولت، البطاريات تاع التليكوموند. فوالا كي تركبها كامل يكفي انك تغلقها مليح هكذا، تغلق لها الغطاء تاعها وتضغط عليها، تعطيها ضغطه خفيفه. واش تولي دير؟ تبدا دير الذبذبات ولا ذيك الفايبريشنز هذيك كيما راكم تشوفوا. شوفوا لو تدققون النظر جيدا تصيبوها باللي كي راني ندرك عليها تبدا تفيبري بين يديا. شوفوا هنا مش واضحه، دوك تجي التصويره المواليه. شوفوا هنايا فيها واحد لا كونيكسيون تاع فليكسيبل في الوسط بين الجسم الرمادي والجسم الاصفر تماك، هذيك الرونديله البيضاء. السعر تاعها 7.5 ريال حتى 10 ريال. شوفوا هنايا هذه شكارة تاع الماء ولا القرعة تاع الماء ولا الجيريكة تاع الماء، هي صاشي فيها بوشون، فيها قبضة تاع يد بلاستيكية. السعة تاعها 5 لتر. وشوف كي مزخرفة ما شاء الله، أهلا وسهلا. لاكولير الزرقاء ما شاء الله. هذه تسوى 5 ريال. هذه ما تدخلوهاش معاكم للحرم، كي تجي رايح طبقها ديرها في الساكوشة تاعك، كي تكمل تصلي عاود خرجها عمرها نورمال. نروحوا هنايا للمسك. شوفوا المسك من بين الصوالح اللي الناس فرحت بها بزاف كي جبت لهم المسك. شوفوا انا يا رحت لجدة، شريت هذو زوج قرع اللي راكم تشوفوا فيهم، مسك الاحساس ومسك الرمان. شريتهم ب 35 ريال للباطا، تقريبا 200 الف بدرهم. المهم الرقم اللي نقول لكم اضربوه في 6. هاي وين القرعة، هذا مسك، هذا مسك الرمان. بون جبت كي جيت للدار جبت سيرانك هكذا، حقنة صغيرة تاع 5 ملي وقيلة ولا 10. وشريت قرع صغار تاع المسك هذوك، القرع تاع 10,000 هذوك، وعمرت فيهم. والله مديت الأكبر عدد من الناس وفرحوا ما شاء الله. والمسك هذا طاب أصلي 100%، شريته أنا بيديا هكذا خالتي. من بين الهدايا أيضا اللي الناس فرحت بها، خواتم تاع فضة، هما موش تاع فضة على كل حال، يجوا في طقم هكذا بذا الحجم اللي راني دايرو بيدي. يجوا 10 في الساشي، يسواو 10 ريال. صح خاوتي. اغلب الجزائريين يجوا هنايا الشارع غزه اللي راكم تشوفوا فيه، معروف عند الجزائريين. هذه البلاصه اللي نحكيها لكم انايا، منين تشروا منها الهدايا، وين تتسوقوا فيها، وين تدوروا ايتو. هذه القنطره اللي رانا نشوفوا فيها يسموها كوبري الكيلو ولا قنطره الكيلو. هاو تحتها كاين السويقه لو راكم تلاحظوا، كاين طابلات راهم نشوف الناس يحطوا طوابل تاع الهدايا والتذكارات اللي يسموها كوبري الكيلو. باسكو منها للحرم كاين 1 كيلومتر هكذا. ها هي وين ها الكوبري راني نصور تحته، وها الحرم في نهاية الصورة، كاين 1 كيلو هكذا خاوتي. هذا شارع غزة في الليل. شوفوا راني ديت هنا دورة خفيفة، فيه المطاعم، فيه المصارف، فيه السوبيرات، فيه الفنادق، يعني فيه كل حاجة. وهذا الشارع حي وناشط ما شاء الله في الليل، فترة من المغرب وروح.
هذا فندق الخيمة هنايا، كاين فندق منارات غزة، كاين سيف اليماني، كاين المقام بكة. المهم فنادق ما شاء الله، كل فندق يقول خوه الأرض، كل فندق ينسيك في خوه، فخامة، الأناقة، الضخامة، يعني ما شاء الله. بون، هنايا دايما راني صاد الحرم، ها راهم أضواء الحرم اللي راكم تشوفوا فيهم، وها راه كوبري الكيلو ولا جسر الكيلو. يعني تحت الجسر هذاك تقدر تشري الهدايا اللي راك باغيهم، كاين خير وبركة. تصيب هذوك جينيرالمون جماعة النيجر والمالي وكامل تصيبهم ثماك، الباكستانيين الهنودة يبيعوا كل حاجة تصيبها 5 ريال، 4 ريال، 8 ريال، 10 ريال، 15 ريال. يعني في هذو الأسواق هذو. بون، دركا راني نمشي باتجاه الحرم. اصلا هذا شارع غزة هو شارع مؤدي للحرم، يعني لو كان تمشي معه وتفوت القنطرة هذيك راهي اللي راكم تشوفوا فيها، تخرج في الحرم هكذا خاوتي. كاين هنايا واحد المسجد يسموه مسجد الشجرة، دوك نوريه لكم. شوفوا على اليمين، على اليمين تاع الصورة، درك نلحقوا ليه. شوفوا الله يبارك، شوفوا عباكم راني نهدر معكم وراني متشوق للمكان هذا. الله غالب، الله غير اللي يروح للمكان هذا مستحيل يبرى منه، يبقى مريض به دائما صراحة. نتمناها لكل واحد في أسرع وقت، عاجل غير آجل. شوفوا على اليمين تاع الصورة كيما راه البيوس، كيما راه الحافلة، هاي كاين فوقها واحد الضواء وخضر، عمود هكا تاع ضواء وخضر، هذيك الصومعة تاع مسجد الشجرة. يعني دي فوا يتعذر عليك الأمر أنك تروح للحرم بسبب الأمطار ولا الزحمة ولا لاسانسور ما تجيكش تاع الفندق، ما تجيكش بكري في الوقت المناسب، تقدر تصلي في الجامع هذا. هو جزء من الحرم على كل حال، وتدي 100 ألف حسنة بإذن الله. بون، هاوينا واضح المسجد على اليمين. فوالا. بون، هنايا كاين الابراج، كاين هذا فندق منارة الغزة على كل حال. كاين تحته، هاوينا منارة غزة. كاين تحته التاج الذهبي، هذا الحانوت يبيع الذهب. كاين الصراف تاع الدراهم، وين تشونجي، وين تعطي له الاورو ولا الدولار ويعطي لك الريال. المهم هنا كاع ما تطيحش اون بان، شكونوا في الصورة. اروح شو نضربوا دورة معكم مع بعض. شوف الأمن، الأمان، الهدوء، يعني ما شاء الله صراحة، أرض طيبة صراحة يعني. بون، هذا مثال برك خاوتية، باسكو كاع الحوانيت كيما راهم يبيعوا نفس الأغراض بنفس الأسعار ونفس حتى طريقة العرض، كيفاش يستفوا السلعة، كلش كيف كيف كل شيء. كيما هنا بار اكزومبل هذا يبيع، شوفوا السوايع، يبيع الكيسان تاع الماء ذوك اللي يشربوا فيهم زمزم، ذاك البريق الذهبي ثاني تاع زمزم. يبيع لك كيما هنا السيلوفان اللي تربط به قلت لك القش تاعكم، السكوتش اللي كي كاينه الذراري صغار، السوايع، البراسليات، المناقش، خواتم، كل حاجه. هذو كاع الاسعار تاعهم تصيبهم كيما هذو الكيسان تاع هذو اللي راكم تشوفوا فيهم تاع زمزم، 10 ريال بلا بريق، يعني غير الطقم تاع فناجين برك. قلت لكم كاين صوالح تاع البلاكيور هنايا ما تشروهمش، انا جربتهم ويحولوا اللون تاعهم يروح. دونك من الاحسن ما تشري، ما تكسر راسك معاهم. هم هنايا شوفوا المسك، هذا المسك اللي يتباع بالقرعه الصغيره، اخطيك منه اشري كيما قلت لك، اشري قرعه كبيره اصليه من علامات معروفه، وكي تلحق للدار عمر بالسرانك في القرعه صغار، تخرج فيها ما شاء الله، وتمد الهدايا لاكبر عدد ممكن من الناس. المهم ها المتجر هذا هنا لتحت، ولا سوبر مارشي، فيه كاع انواع الحوانيت تاع الهدايا اللي تتوقعها واللي ما تتوقعهاش. تجي هنايا ونيغوسي، انت نيغوسي انت وشطارتك، ماشي السعر اللي يقولوا لك تشري به. صح. هنايا كي دخلت في السوبر مارشي هنايا، كاين واحد الانسان، واحد الاخ يمني يخدم، عنده واحد الخط ما شاء الله، وعنده واحد الافكار روعه عجبوني. شريت عليه واحد الهدايا من بين اجمل الهدايا اللي جبتهم للناس اللي الاهل تاعي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الآن قرب الحرم، والأخ هذا المبدع ما شاء الله يستخدم مهاراته وموهبته الفذة في كتابة الأسماء والكلمات على هذه السجادات بهذه الطريقة الرائعة كما نشاهد ما شاء الله تبارك الله. الفنان التشكيلي المهدي مفرح من اليمن. أنت الأخ من اليمن؟ نعم، ما شاء الله فنان ما شاء تشكيلي. الله. شوف الآن، شوفوا الاسم هذا رشيدة، يعني خط، أنا ما هو نوع الخط هذا؟
هذا خط الثلث او ثلث. النسخ. وانت تكتب خطوط اخرى ما عدا هذا الخط. انا اكتب بخطوط النسخ بس والثلث. ممتاز. هو الخط المستمر في الاشكال السجاد او الادوات، الاساور، الفضيات، اي شيء. ما شاء الله. والآن يقوم بتلوين الخط باللون الذهبي لكي يعطي لمسة أكثر فنية وجمالية لهذه التحفة الرائعة. ما شاء الله. المكان هنا مش بعيد على فندق سيف اليماني في شارع غزة. مرحبا بالجميع، بكل إخوتي الجزائريين ولأهل اليمن، يعني أكيد خاوتنا وأجدع الناس يعني. ما شاء الله ما شاء الله. شو تحفة، الله يبارك. شو الله ما شاء الله. وعنده هنا تحف أخرى كتبهم من قبل، مثلا شوفوا اسم فاطمة، اسم سارة، هنا الكعبة وكلمة الله. ما شاء الله. السجاده هذه 5 ريال مع الكتاب. وكتب شحال؟ كله مع كله الكتاب بالريال. 5 ريال. الله يبارك. كل هذا الإبداع بهذه الأداة الكهربائية فقط، يعني ما شاء الله. جزاك الله خير، شكرا جزيلا. شكرا. مكتوب عليها. حتى الأقلام. ايوه هذه الأقلام. ممكن توري لي؟ ما شاء الله ما شاء الله. يعني عنده حتى كتابات على الأقلام، يعني مش على الاساور اليدويه. الله يبارك ما شاء الله. يعني حاجة تفرح وتشرف مع عند أخونا من اليمن. ما شاء الله. إذا كما شفتوا خاوتي، ب5 ريال فقط تدي تحفة ما شاء الله، تأسر بها القلب تاع الإنسان اللي تهديله الهدية هذه. شوفوا هنا صديقي هذا سفيان النزار ثاني جبت له هذه السجادة هذه، كتبت له فيها اسمه على زربية زرقاء اللون. شوفوا البراعة تاع هذا الخطاط ما شاء الله. أنا عطيت له دعوة رسمية باش يجي يزورني الجزائر، ووعدني أنه يجي. حتى أي واحد يروح ليه يقول له أنا من طرف أمين ولد سعيد، راح يعاملوه معاملة خاصة في السعر وفي يعني يدلوا خدمة راقية. شوفوا ما شاء الله ذاك الإبداع، شوفوا يد ذهبية، اللهم احفظها يا ربي. شوفوا ما شاء الله. هنايا في التلوين ماشي هو اللي لون، باسكو كانت عليه لا كوموند بزاف، هو كتب لي برك وعطى الخدام تاعو ولا المساعد تاعو باش يلون. انا هنا ما ننصحكمش الخدام يلون لكم، شوفوا هو يكتب لكم وهو يلون لكم، وخيروا الالوان الشابه باش الرسومات كيما هكذا تجي تحفه، تجي زينه. صدقوني شوفوا راني وريت لكم هذيك تاع الماساج، الخواتم، المسك، هذو اللي طابي هذو، والله العظيم الناس فرحت بها يا ودي. انا وخلعت، يعني الناس ممنونه بمعنى الكلمه. كي راني نقول لكم هكذا ماشي معناتها ما كاش هدايا واحد اخرين، كاين في القماش، في الخياطه، الالبسه كاين، ولكن انا راني نقول لكم على الحاجه اللي لاقت استحسان العائله تاعي وصحابي ومعارفي. كيما هنايا هذه في الطريق المؤديه الى الحرم، مره على مره تجي هذه المراه تبيع الحنه. هذا الساشي اللي راكم تشوفوا فيه تبيعه ب5 ريال، فيه حوالي 3 غرافات ولا 4 كبار كما راكم تشوفوا، ماشي كبار، هاي في يديها الغراف هذا. 5 ريال حنة ما شاء الله. شريتها كان الناس اللي وصاوني، منها نعاون المرأة هذه، نقولوا ماهيش يعني باين عليها بلي ضعيفة الحال المادي، وحجة وحويجة كما احنا نقولوا. دونك الحنة جبتها، الناس فرحت بها ما شاء الله، يعني الله يبارك. هنايا ثاني، هنا راني في الأبراج تاع الساعة ولا أبراج الصفوة ولا كل واحد كيفاش يسميهم، هذوك الأبراج العاليين اللي جايين جوست مورا الكعبة. هنايا راني في الطابق الثاني. البلاصة هذه فيها المأكولات، يعني عرفتها لكم المرة اللي فاتت في الفيديو الماضي. وميم طون فيها كل أنواع الهدايا التي تخطر على بالك والتي لا تخطر، من هذاك التمر، العجوة، هذو الصوالح اللي ينتكلوا، حتى الصوالح تاع الذهب والعطور والصياغة والألعاب تاع الدراري الصغار، والسجادات، التذكارات، التماثيل تاع هذو تاع مش عارف انا اللي يمثلوا مثلا كيما الكعبة المهم خيرات. وشنو قلت لكم اخوتي، دائما 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 اشروا الحاجة المميزة، ما تشروش الحاجة اللي كاينة هكا بالعرام حتى تصماط، لا لا، اشروا الحاجة المميزة واللي فيها سعر مليح ورمزية كبيرة بزاف. كيما هنايا في الأبراج هنايا كاين كيما راكم تشوفوا هذا الحانوت، قلت لكم بصفة عامة عندهم نفس الموجودات، نفس السلعة كاع وين تروح، حتى الأسعار وكيف كيف.
بون ها الساشيات اللي تاع الماء مرافدينهم الحجاج هنايا. بون راه هنايا في الحقيقة هنا كنا رايحين نتعشاو بعد ما صلينا صلاة العشاء. طلعنا هنايا باش نتعشاو. كاين واحد المطعم هنايا يسموه مطعم حضرموت، ننصحكم به ثاني. ما شاء الله. حضرموت هذا يقدم المأكولات المضغوطة، سورتو الرز المضغوط ولا المسحب كما يقولوا له هما. يخدم خدمة راقية ما شاء الله. جربته بالك 6 مرات ولا 7. يعني ممتاز صراحة. هذا هو ها مضغوط حضرموت. الخدامين اللي فيه يمنيين والأيادي يمنية. ها هو التايمينغ تاع العمل من وين لوين. يعني ما شاء الله. ساعات تصيب عنده الزحمة وتصيب الغاشي لازم تصبر شوية. هاي الواجهة تاع المحل. وها هم شوف القدرة اللي يخدم بها هذه يسموه القدر الأفغاني. قدر فخم جدا وغالي. بالك يفوت 2 ملايين في الموديلات الصغار. وها الرز كيفاش يقدموا لك في علب وتروح تاكل في الطوابل. هام هنايا وراهم الشعب ياكلوا. هادو صحابي الحجاج اللي راحوا معايا. بون هنا راني في جدة. بون التصاور اللي وريتهم من قبل كنا في مكة. هنا راني في جدة. رحت لواحد المول. جدة بعيدة واحد الساعة بالطاكسي على مكة. هكذا. هذا المول يسموه مول فلامينغو. جيت انا والجماعة اصحابي درنا هنايا. رحنا لسوق البلد. هذه سوق البلد للأسف رحنا ليها الصباح بكري. وما كانش كاين الغاشي واغلب الحوانيت كانوا غالقين. سوق البلد صار لها كيما حنايا نقولوا في سطيف في العلمة. حوانيت على ما ترى عينك. كل حانوت التخصص تاعو. تصيب لا كايري، تصيب القش، تصيب الفراشات، تصيب اللباسات تاع الدراري صغار، تصيب لي زيبيس، تصيب الهدايا، تصيب العطور، تصيب ما شاء الله. سوق البلد هذا تصيبوا الحشية من 4 تاع الحشية وروح يبدأ حي ما شاء الله. عموما هذا سوبر مارشي فلامينغو هاوينا دخلنا عليه. درنا كان فيه سوبيرات كبيرة. انا عجبتني لاسونسير تاعو صراحة. زجاجية. الشكل تاعها كيما الكبسولة تاع ذوك الافلام العلمية تاع الخيال العلمي. شوف المنظر هنا ما شاء الله منظر راقي. الرخام الفايونس الزجاج الالومنيوم. النظافة الهنا البال حتى السوسته. يعني ما شاء الله والله غير نتمنى لكل واحد فيكم يجي يعيش هذو اللحظات اللي عشتهم انايا. بون كاين هذا فلامينغو هذا وكاين حداه لي مول ثاني لاصقين فيه. انا صورتكم هذا اللي رحت ليه. كاين واحد السوبيرات يسموها سوبيرات بن داود. هذو سوبيرات بن داود ثاني ما شاء الله. كاين في مكة كاين في المدينة كاين في جدة. يخدم ما شاء الله. اسعار وكميات وعروض. هنايا لي زيبيستان شابين ملاح ما شاء الله. تقدر تجيب هكذا سورتو هذو الهدايا تجيبهم للنساء. كيما انا والزعتر الفلسطيني 42 ريال. بون السعر اللي هو اضرب في 6000 بتعرف بدراهمنا شحال. هذه خلطة الزعتر هاو يقول لك وصفة أردنية. شوفوا أنا نهدر نتوما شوفوا الأسعار لروحتكم. اللي عجبتني شوفوا النظافة. شوفوا الزجاج المستخدم. الطريقة تاع تقديم السلعة يعني حاجة تشهي النفس وتشهي القلب. تخليك تشري وانت مطمئن. كل حاجة عندها مغرف تاعها. ماشي كيما حنا عندنا. أنا دخلت لواحد السوبيرات مؤخرا. مغرف وحدة يوزن بها الزيتون يوزن بها ليزيبيس يوزن بها الروز. لا لا ماشي هكذا. شوف الله يبارك الدعوة كل يعني نظيفة صح. البهاء صحيح كاين عندهم الغلا بصح البهاء. ولكن ما شاء الله ثاني. هنايا قلت لكم كنت في الجهة تاع لي زيبيس. تقدروا تجيبوا منهم هدايا. تقدروا تجيبوا ليكم للدار وتجيبوا منهم هدايا. ما شاء الله. دوك نروح من الجهة تاع المكسرات ثاني ما شاء الله. نظام وتستاف ونظافة ونوعية وتنوع. الله يبارك ما شاء الله. المهم هم الأسعار قدامكم. أنا باش نزيد نعطيكم نصائح واحدة أخرى. قلت لكم باش قلت لكم بنعطيكم رأيي ماشي نصائح واحدة أخرى. هذو الهدايا اللي ذكرتهم لكم في الفيديو خاوتي. هذو رأيي الشخصي واجتهادي الشخصي هنايا. يعني الحاجة اللي شفتها فرحت ناسي جبتها لكم وتقاسمتها معكم. ماهيش ملزمة ولكن جربوها واعطوني رأيكم. هذا ما كان عندي في هذا الفيديو. إن شاء الله أكون قد أفدتكم في هذه الدردشة الطويلة ولا القصيرة ولا سموها كيما تبغوا. المهم اللي عندي تقاسمتها معكم. أسأل الله عز وجل أن يمن عليكم بزيارة الكعبة عاجلا غير آجل. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.